قعدت اخبط قاعد لوحدي. اتجننت، ما انا قاعد اخبط. السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز الزمالك على دريمز وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية، ويفاجئ النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الزمالك التاريخي على دريمز والتأهل إلى نهائي الكونفدرالية، ليضرب الزمالك موعدا في النهائي مع الفائز في مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري. فقد صرح الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب وقال: والله يا جماعة أنا مش مصدق نفسي إن الزمالك فاز في غانا. أنا كنت محضر ومجهز نفسي لهزيمة الزمالك النهاردة، بس اللي عمله لاعيبة الزمالك ده شيء إعجازي. هو ده الزمالك الحلال. الزمالك الحلال أهو، وبالروح اللي شفناها النهاردة من لاعيبة الزمالك أقدر أقول إن شاء الله الكونفدرالية للزمالك السنة دي، واعتقد كده احنا هنقابل نهضة بركان المغربي. بس على مين؟ ده احنا الزمالك، احنا اللي كسبنا الاهلي والنهارده اتأهلنا من غانا وقادرين نكسب اي حد. وبقول للاهلاوية ايه، احنا ما بنخافش من حد، ونفسنا الاهلي يكسب الترجي عشان ان شاء الله نقابلكم في كاس السوبر الافريقي وهنعلم عليكم. احنا الزمالك مفيش حد زينا ولا قدنا. الزمالك النهارده لعب كورة، ودي كرة الفن وهندسة الزمالك. جبنا الاول والتاني والتالت والمكنه عماله تدور مش عايزه تبطل. مش الاهلي حكمت الفار هي اللي انقذته في ماتش مازيمبي والغت هدف مازيمبي. وبصراحه جون مازيمبي ده لو كانت حسب كنت هتقولوا على الاهلي يا رحمن يا رحيم. بس حكمت الفار ديت شكل حد مظبطها من الاهلي. من الاخر كده، ما الاهلي مسيطر على الحكام في افريقيا، ما هو كل سنه عمال يفوز بافريقيا. ما هي دي حاجه مش طبيعيه. بس اللي مش طبيعي السنة دي ان الزمالك هياخد الكونفدرالية وهيعلم الاهلي الادب في الكورة في كاس السوبر ان شاء الله. مفيش حد قدنا ولا حد زينا النهاردة. من حقنا نفرح يا زملكاوية. انا لا بقى عندي لا ضغط ولا سكر، انا النهاردة صحتي بومب بسبب فوز الزمالك. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.